السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كوكتيل الفواكه. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطبعا انضف واحسن واضمن من الكوكتيل اللي احنا بنشتريه الجاهز من بتاع محلات العصير. يلا بينا نشوف هنعمل الكوكتيل القمر بتاعنا ده ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا معايا تفاح، ومعايا موز، ومعايا جوافة أنا مفرزاها في الفريزر، وطبعا هنشيل منها البذر، ومعايا كانتالوب، ومعايا فراولة. طبعا ايه الفواكه بتاعتي دي انا غسلاها. طبعا اي نوع فاكهة انت حابة تعمليها. نبدأ الاول ايه، نقطع الفراولة. انا جبت بولة هقطع فيها الفراولة قطع بالشكل ده. طبعا انا شايلة منها العلق الاخضر. هقطعها بقى ايه كلها بالشكل ده، وهرجع لكم. كده خلاص انا قطعت الفراولة كلها حلقات بالشكل ده. هضيف بقى ايه عليها كوباية من السكر، ده حوالي كيلو من الفراولة. وهقلبها كده ايه مع بعض. وهسيبها كده ايه ما بين نص ساعة لساعة، لحد ايه ما تنزل المية بتاعتها. هسيب كده بقى ايه الفراولة في السكر ما بين نص ساعة لساعة، لحد ايه ما تنزل الشربات اللي فيها. طبعا احنا مش هنقطع الفواكه بتاعتنا دلوقتي عشان ايه ما تسودش، احنا هنقطعها لما الفراولة تجهز معانا. كده خلاص الفراولة نزلت الشربات بتاعها. هنبدأ بقى ايه نقطع عليها الفواكه. هقطع بقى ايه باقي الفواكه كلها بالشكل ده، عشان بس ايه مطولش عليكم الفيديو، وهرجع لكم. هنقلبها بقى ايه كلها مع بعض بالشكل ده. وهنبدأ بقى ايه نصبها في البولات. هنصبها بقى ايه في الكاسات.
هنبدأ بقى ايه نزين الكوكتيل بتاعنا. انا معايا كريمة خفق، انا ضرباها بالمضرب وحطيت عليها حبة مية متلجة، يعني نص كوباية من الكريم جانتيه البودر، عليهم حوالي كوباية الا ربع من المية المتلجة او اللبن المتلج، وعليهم حوالي 3 معالق من السكر لو الكريم جانتيه بتاعنا خام. لو محلى طبعا مش هنضيف سكر. هفضيه في كيس الحلواني وهنبدأ بقى ايه نزين الكوكتيل بتاعنا. هنرصه كده ايه على الصينية. هنبدأ بقى ايه نزينه. تزيين كده ايه عشوائي. هنزينها كده ايه بقطع الاناناس. كده خلاص انا زينتها بقطع الكنتالوب. وبكده خلاص كوكتيل الفواكه القمر جاهز معانا وبقى بالشكل ده. بصراحة فعلا تحفة، اللون والطعم والريحة في منتهى الجمال. احنا حضرناه في المنزل بطريقة سهلة جدا وبسيطة واضمن وانضف من محلات العصير بكتير. احلى كوكتيل فواكه عملناه مع بعض. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.